مفيش إنسان كُلّه شر، ومفيش إنسان كُلّه خير، وأحيانًا الحب هو اللي يوصّلنا للكره والغل. حكايتنا بتبدأ في مملكة الحرير والصراع على العرش. في ليلة من الليالي الدهبي بيقتل أخوه نور الدين علشان العرش، بس بمرور السنين أولاد نور الدين بيكبروا، كل واحد فيهم يا صديقي بيكبر في مكان مختلف عن التاني. أكبرهم نور الدين بيكبر مع العبيد، وجليلة اتربى في القصر مع عمها الدهبي، وجلال الدين وسط التماسيح قطاع الطرق. فيهم اللي مش عارف هو مين، وفيهم اللي عارف هدفه إيه. المسلسل بيعيشنا في أجواء فانتازيا تاريخية مميزة، أحداث كلها توتر وخيانة ومفاجآت. الدهبي بيروح في رحلة لحماية المملكة، وهنا بيقابل عرافة ويسألها عن مستقبله، وهي بتقول له إنها شايفة بحر دم طالع منه خفاش بجناحين، حية براسين، وأسد بعين واحدة. المسلسل مليان معارك متنفذة باحترافية، وفيه اهتمام جامد بالتفاصيل. وأنا عايز أقول لك إن المعارك مش سيوف وخلاص، لا ده في حرب نفسية رهيبة، وكل مشهد فيه معاني كتيرة، أسرار وخيانة. وهنا بقى هنشوف أولاد نور الدين هيتفقوا على عمهم الدهبي علشان ياخدوا حق أبوهم نور الدين، ولا كل واحد فيهم هيفكر في نفسه. المسلسل بينقلك من شخصية لشخصية باحترافية، أنت هتبقى محتار يا صديقي تبقى مع مين فيهم، مين فيهم الأحق بحكم مملكة الحرير. وهل وسط الصراعات دي كلها هتفضل مملكة الحرير، ولا هتبقى مملكة الدم أو بحر الدم زي ما العرافة قالت؟ والأحداث بتتصارع والكل بيتخانق على حكم مملكة الحرير، كل واحد فيهم بيستغل اللي حواليه للوصول للعرش، فيهم اللي عايز يوصل للحكم بأي ثمن، فيهم اللي خايف يحكم يدفع الثمن. المسلسل أحداثه قوية وسريعة، وده بسبب إنه 10 حلقات، يعني مفيش مط ولا تطويل، وكمان كل الممثلين عاملين دورهم باحترافية عالية. المسلسل فيه تساؤلات كتيرة، مين الأحق بحكم مملكة الحرير، ومين الظالم ومين المظلوم، وإيه دور دكاكين التوت في حكم المملكة. كل حلقة بيكتشف لنا أسرار كتير مش متوقعة، وبنعرف إن الحكاية أكبر من صراع على العرش. ولو وصلت لغاية هنا يا صديقي ما تنساش تعمل متابعة عشان وجودك هيفرق معانا، ولايك وشير، وقول لنا في الكومنتات أنت مع مين فيهم، الخفاش أبو جناحين ولا الحية أبو راسين ولا الأسد أبو عين. وسلام.